صباح الفل عليكم. طبعا كلنا شفنا قلبة الجو والمطر اللي نزل مرة واحدة، وده خلاني فكرت اقول لكم كلمتين كده في السريع. لو لا قدر الله في طفل جاله دور سخونية والام اضطرت ان هي تجيب مضاد حيوي. ملحوظة مهمة كده ناخد بالنا منها، المضادات الحيوية بتاعت الاطفال البودر كلها بتتحل في مية بنرجها جامد كالمعتاد، وبعد ما بنفتحها بعض الامهات بيحطها في الثلاجة، كل ده تمام. الكلام ده ينطبق على المضادات الحيوية البودر كلها ما عدا مادة معينة اسمها كلاريثرومايسين، اللي هو دواء الكلاسيد. الكلاسيد ما ينفعش يترج جامد، لأن الحبيبات اللي مكونة للدواء بيبقى عليها طبقة خارجية كوت ليها طعم حلو. لما الطبقة دي بتترج جامد بتتكسر وبيبدأ يبان طعم الدواء المر، فبالتالي الطفل يرفض إن هو ياخده. فلازم لما نرج الكلاسيد أو الكلاريثرومايسين نرج الإزازة بالراحة، مش فيجورس شيكينج زي بقية المضادات الحيوية. تاني حاجة حتة إن إحنا نحطه في التلاجة، الاستابيليتي بتاعة الكلاسيد في التلاجة أو الفعالية والثبات بتاعه بتكون أو أقل لما بيتحط في التلاجة. الأفضل ليه إن إحنا نسيبه بره، وده بيزود الثبات وبيزود الفعالية بتاعته، وبالتالي إن شاء الله يجيب نتيجة أحسن من ما يتحط جوه التلاجة. دي معلومة كده في السريع قلت أقولها لكم، وصباح الفل عليكم.